ما لعبتوش ليه كده طول الدوري؟ ما سمعتوش كلامنا ليه طول الدوري؟ العبوا برجوله والعبوا بدماغكم وبمهارتكم وبكل حاجه. فين اللعب ده طول الدوري؟ والف الف مبروك للعيبه النادي الاهلي، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. وزيزي حبيبتي مراتي، زيزي مراتي حبيبتي، ما بيقدرش تزعلني بالثلاثه بالثلاثه يا حبيبتي بالثلاثه. طيب تعالى بقى نتكلم ليه الاهلي فاز النهارده على نادي الزمالك. الزبون يا زبون العمر الابيض. بالظبط كده، اقسم بالله فريق زبون حرفيا. ليه بقى احنا النهارده او لعيبه الاهلي النهارده لعبت بالروح الجميله دي والجرينتا دي والتركيز في الملعب ده؟ ليه بقى؟ الايجو يا باشا عندي، اللعيبه عندي عاليه. انت مش واخد بالك ان امام عاشور عمال يستعرض مهاراته ازاي طول الماتش؟ عايز يلعب مش عارف ايه، والتاني وعمال يحط الكره فوق راسه، وانت فاهم بقى الحوارات دي ليه؟ عشان انا كلاعب نادي الاهلي اهم حاجه عندي اصلا الفلوس. النقطة التانية ان انا ايجو عندي عالي، الايجو انا راسي فوق، مش هاجي انا قدام الزمالك واخسر. فهم لعبوا النهارده عشان كده. ما هو ده التفسير المنطقي بالنسبة لي. هم ليه ما لعبوش بالمستوى ده طول المباراة، طول الدوري قصدي؟ تيجي تقول لي ما اصل النهارده انا بريس توربا، مش تريس تروب السباك بتاعنا ده. تيجي تقول لي النهارده انا حاسس ان النهارده اللي درب الفرقه مش بريس تروب. انا بقول لك انا عندي احساس بكده، اقسم بالله انا عندي احساس ان وليد صلاح الدين ولا في حاجه حصلت كده في الدكه مش مظبوطه النهارده. قلت لبس تحس ان في حاجه مظبوطه، كل حاجه النهارده مظبوطه. فمش معنى النهارده يا جدعان لعيبه الاهلي، مش عايز اقول اسامي معينه، في لعيبه معينه اسامي معينه كده الايجو بتاعي عالي، فانا هلعب النهارده عشان خاطر نفسي ثم النادي الاهلي. تمام كده تمام. تيجي نتكلم في النقطه الثانيه بقى. حسين شحات ارجل لاعب في الملعب، ارجل لاعب في الملعب، لعيب بيلعب عشان خاطر النادي الاهلي، لعيب اهلاوي متربي جوه النادي الاهلي. ومروان عطيه الجندي المجهول، الجندي المجهول. وفي بقى كمان مين بقى اللي عاجبني قوي النهارده بقى؟ ها، بن شرقي حبيب قلبي النهارده رايق. لا النهارده الفرقه كلها رايقه، مش عارف ايه ده. انا عمال اقول يا جدعان، انا قاعد في القهوه عمال اقول يا جدعان هو ايه يا جدعان ده؟ ما لعبتوش ليه كده طول الدوري؟ ما علينا، مش هنتكلم في النقطه دي كتير. نيجي بقى نتكلم ليه الزمالك خسر. اكتر واحد بقى بيفهم جمهور الزمالك، تعالى بقى اقول لك ليه الزمالك خسر. بعد نهايه ماتش انبي المفروض ان انت تدوس، انت كجمهور الزمالك تدوس، تشد عليهم، تشد على لعيبتك، تضغط عليهم. لكن لا يا باشا، مفيش الكلام ده. الدوري يا زمالك، الدوري يا زمالك، الدوري مش هيروح، والموضوع مات على كده. لكن تضغط وليه انا اتعادلت، لا مفيش الكلام ده. وقعدت في ساعه تقعد تلطم وتصوت لغايه ما بيراميدز فاز على الاهلي. رحت انت عامل ايه؟ بدل ما تروح تضغط على لعيبه الزمالك ويلا كملوا عشان خاطر ان ناخد الدوري، انت سبت كل ده عشان ما بتشوفش حد غير النادي الاهلي بس، ورحت حفلت عليا انا وجت في وشك في الاخر، وانا اللي جيت فزت عليك يا زبون العمر يا ابيض. اراك ضحك.